انت لسه قاعد بتلعب من ساعتها؟ يا عم بقول لك مكمبر قدامك يخرب بيت النت. مش قلت لك اشحني باقه عاليه للنت علشان مش عارف العب؟ هو انت كل اللي همك باقة النت واللعب؟ بص لي وانا بكلمك، انت مش شايف اللي انا فيه ده كتير؟ انت بتقولي ايه؟ بقول اني تعبت وتكبير دماغك وعدم مسؤوليتك من كل حاجه. بص لي وانا بكلمك، سيب التليفون اللي في ايدك. انت بتعملي الشويه دول علشان تهربي من شحن باقه النت. اهرب؟ اهرب من ايه؟ من فاتوره الغاز ولا فاتوره الكهرباء ولا مصاريف عيالك ولا الدروس ولا الاكل اللي مش عارفه اكفيه في البيت ولا باقه النت اللي سيادتك بتقعد عليها ومش حاسس باي حاجه غير بابجي اللي انت قاعد بتلعب لي عليها؟ ايوه، هنبدا وصلة النكد بتاع كل يوم. تقدر تقول لي قاعد بقالك سنه ما نزلتش دورت على شغل لحد دلوقتي ليه؟ مش لاعب. اعمل ايه؟ ما انا مش لاقي شغل. مش انا جبت لك شغل وقلت لي هروح، ما رحتش ليه؟ رحت يا ندى وقالوا لي هتقف فرد امن 8 ساعات ب 4000 جنيه. هو انا لاقي صحتي في الشيبسي بعد ما كنت مدير مطعم قد الدنيا؟ يا عم احمد ربنا، احسن من قعدتك تساعد حتى في الاكل اللي بتاكله. انت بتذليني. لا والله، بس انا تعبت، مش ملاحقه على المصاريف والالتزامات، وشكلك بقى وحش قدام عيالك ومبقاش بيسمعوا كلامك لانهم مش شايفينك غير انك قاعد بتلعب وبتاكل وبتنام. حتى فلوس القهوه بتاخدها مني، انت مش مكسوف من نفسك؟ لا يا ندى، ما توصلش للدرجه دي. مش لدرجه انك ما تشوفنيش راجل البيت. انا عارف ان انا تقلت عليك وشيلتك حمل ما كانش المفروض منك انك تشيليه، بس انت عارفه انه كان غصب عني. انا اتعلمت واتمرمطت علشان اشتغل شغلانه تليق بينا بمستوانا الاجتماعي. الظروف اتحولت ضدي، مش عارف ازاي وامتى وصلت للي انا فيه ده. بس انت عندك حق، مش المفروض مني ان انا اضيع اللي باقي من عمري واقعد ما بعملش حاجه وانت اللي شايله المسؤوليه. من بكره يا ندى هنزل اشوف الشغل اللي انت قلتي لي عليه، وسامحيني على كل اللي انت شفتيه مني خلال السنه اللي فاتت دي. سامحيني يا بنت الاصول. بجد يا محمد؟ بجد يا ندى.